السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد بإذن الله كده ينشطكم. روتين بقى رغاوي كله بقى اللي هو ايه، هنغرق بقى مع بعض كده في الرغاوي والصابون والنظافة، وهنخلي المطبخ كده يبات كده زي الفل. بعد إهمال كده كام يوم، اللي هو ايه مش كام يوم، والله هو يعتبر يوم بليلة. كنت مقررة كده ان انا مش هعمل حاجة لاني كنت تعبانة جدا ومضغوطة نفسيا قوي. كنت حاسة ان انا لا مش عايزة اعمل اي حاجة واللي هو العيال كانوا مزهقني، وكنت قاعدة بصوا قاعدة كده اللي هو دماغي مش مجمعة، فقلت لا انا مش هعمل حاجة، مش عايزة اضغط على اعصابي واضغط على نفسي. مش عشان تعبانة ولا حاجة، بس عشان كنت نفسيا ما كنتش احسن حاجة. والعيال كمان لما بكون بعمل حاجة بيكونوا تحت رجليا، فاللي هو انا عايزة اسكت واعمل واسوي. حتى صينية العشاء سبتها فطار وعشاء. الرخامات والمطبخ نفسه كان مهرجان مهرجان كده، في كل حتة مواعين. بصوا اللي هو كنت ايه المطبخ يعني مكنتش بشيل حاجة من مكانها. وكمان كنت بجهز للمدرسة وحاجات المدرسة والقلبان بتاع المدرسة. فكنت بصوا دماغي بقى مش فيا، فسبت كده المطبخ. واصلا انا عايزة اعمل شوية تنظيفات عميقة في المطبخ. عايزة اظبط يعني في شوية حاجات كده في الاجهزة، خصوصا يعني الايام اللي جايه، عشان يعني قبل دخلة الشتاء. هي دي مش هتبقى تنظيفات الشتاء بس ايه، يعني تنظيفات لما الحاجه احتاجت تتنضف، فاهمين؟ اللي هو مش حاجه روتينيه بعملها، لا يعني التلاجة مثلا محتاجة تتنضف، مش هستنى التنظيفة الأساسية، لا أنا هنضفها. البوتاجاز نفس الحكاية، بس أنا عشان وقتي بقى ضيق طبعا، الظروف اللي جدت عليا ووقتي بقى ضيق، فبقيت مثلا بجمع كل حاجة خاصة ببعضها مع بعضها. يعني مثلا اليوم ده هنضف التلاجة وهظبطها وارصها مثلا لو انا جايبة مشتريات، وهنضف برضك مثلا البوتاجاز معاها، اللي هو ايه حاجتين مع بعض. هعمل مثلا الشفاط المواعين النهاردة، والشفاط مثلا بتبقى حاجة صعبة عليا شوية، فاروح ماسكة برضو الشفاط. فانتي رتبي مثلا تنظيفاتك على حسب حياتك عاملة ازاي، او على حسب الروتين بتاع حياتك ماشي ازاي. هنا بقى خلصت الكورنر بتاع الكوفي كورنر ده، هشيل بقى كل حاجة من على الرخامات، وهبتدي ان انا المع. كان مثلا شوية ردة مطرح اكل وعيش، شوية فتافيت حاجة اكل، اللي هو الحاجات دي. طبعا علشان ايدي ما كانتش في الرخامات على طول، ما كنتش بلمع مثلا يومين ولا حاجة، فممكن تلاقوا مكان كوباية شاي معلم، مكان سندوتش، مكان حاجة شوية لبن، معرفش ايه. فقلت ايه خليني اعملها كده بالليفة والصابون. واروح ايه لما كده على طول. الستيكر اللي انا حاطاه على الرخام ده على فكرة ستيكر مش الرخام، الناس اللي لسه داخلة عندي جديد، حابة طبعا ارحب بيهم واقول لهم نورتوني وشرفتوني، ويا رب كده تكون فيديوهاتي كده بتعجبكم، وتكونوا بتستمتعوا وبتستفيدوا مني في اي حاجة، حتى لو حاجة صغيرة قوي. ف اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت كده الجزء ده، والكورنر اللي هناك دوت برضك ايه عايزة برضو اشيله كده واظبطه. مسكت كده الزرعة الأمورة اللي انا عاملاها ديت، وبلمعها كده بسيط، وكانت عليها شوية تراب، هي عشان خضرة قوي فبيبان فيها التراب. هلمع البرواز، حاجات بصوا اللي هي مش من على الوش قوي، وفي نفس الوقت هي حاجات أولية قوي. عايزة بقى اغير، اعمل تغييرات كده في الكوفي كورنر، اعمل تغييرات في الرخامة ديت. حابة ان انا اعمل شوية تغييرات كده. بصوا انا بوريكم هنا قافلة المطبخ بتوكة، عشان طبعا كتاكيتي بيقعدوا في الحتة دي وينزلوا لي كل المواعين والحلل والحاجات، فقافلة المطبخ بتوكة، وطبعا بيشيلوها برضو. غيرت كده الباسكت بتاع الكيس بتاع الباسكت دوت، وحطيت كيس نضيف، وهرجع بقى الحاجات على الرخامة تاني. بصوا انا لما بعمل كده بحس بالانجاز اكتر لما بغسل المواعين الاول وارجع انضف. يعني بمسك كل حاجة على الرخامات ارجعها مكانها، المواعين بتروح على مكان مجمعها فيه او على الحوض، بنضف كل الاسطح اللي قدامي. دي برضو من الخطوات المهمة اللي بتخليكي تخلصي بسرعة، وتسهل عليكي التنظيف، وتحسسك بالانجاز، اللي هو انتي بتخلصي بتشيلي كل حاجة مكانها. الكورنر ده برضو انا عايزة اعمل فيه شوية تجديدات، يعني استنوا بقى
مثلا الفيديو اللي بعد الجاي ولا حاجة هعمل معاكم شوية تغييرات كده وتجديدات بسيطة، بس هتفرق قوي في شكل المطبخ. هنا دي كانت الشطة عندي خلصت، فغسلت العلبة وقلت احط بقى الشطة جديدة يعني، بس كنت عايزة انضف الطقم برضو. فغسلت يعني العلبة اللي بتخلص بغسلها على طول، مش بسيبها واحط مكانها. بشيل بقى الفوطة كده مكان تصفية المواعين، وبظبط كده الكورنر ده. مسكت برضو البوتاجاز كان نضيف، بس اديته تلميعة سريعة كده، اللي هو ايه، ببخاخة كده، ورحت مديله تلميعة سريعة. يعني وريتهولكم. بعد كده بقى كانت الصينية عندي مليانة اطباق وكوبايات في كل حتة، وكان عندي طبعا الحوض مليان صواني، كنت خابزة قبلها بيوم آم، آم، معجنات وكده، تشكيلة معجنات مختلفة. كان عندي صواني كتير قوي، فما كنتش غسلت بصراحة المواعين. كنت سايباها برضو. فعارفين المواعين بتاعة المعجنات مع المواعين الاكل، مع غدا وعشاء مثلا، بتاع تلات طقات مثلا اكل وفطار وحاجات كده وكوبايات، كان مهرجان. فرحت مفضيه الحوض خالص وشطفاه، ورحت جايبه بقى الكوبايات، ورحت حاطه بقى الكوبايات والاطباق، وهبتدي ان انا اغسل. ده النظام ده بيسهل عليكي ايه، جمعت المعالق مع بعض، الاطباق على جنب، جمعت الاطباق كمان في الحوض عشان كانت فيها اكل لازق شويه، فكنت حابه ان انا ابوشها يعني. طبعا انتي كست بيت بتعملي حاجتك كل يوم، مش كسلانه زي كده. بس طبعا ده مش كسل والله، انا بغسل 3 4 5 مرات مواعين في اليوم. بس انا عارفين انتوا لما تحسي ان انتي فصلتي خالص بقى، خلاص الفيشه خلاص اتحرقت مش اتشالت، لا كنت فاصله جدا ومش قادره اعمل حاجه، والعيال برضو كانوا مبهدليني شويه. فقلت لا، يعني انا ما فيش حد هيجي يفتش عليا، صحتي اهم حاجة ونفسيتي طبعا اهم حاجة. فانتي لو وصلتي المرحلة دي عادي، عادي جدا، كلنا بنفصل وكلنا بنتعب وكلنا بنقف كده في النص ونبقى مش قادرين، بس لازما تستجيبي لنداء الطبيعة وترتاحي. حسيتي ان انتي تعبانة، لا ارتاحي، مفيش مشكلة. هتلاقي نفسك بقيتي احسن لما تشحني طاقة كده، هتلاقي نفسك بقيتي احسن. يعني انا اليومين دول خلوني هديت، رتبت دماغي، عرفت افكر شوية. كنت حاسة ان انا مضغوطة قوي، خاصة ان اليومين دول كانوا مثلا نقولوا الجمعة والسبت، او اربع وخميس، يعني مش فاكرة بصراحة الفيديو يعني هينزل لكم امتى. بس انا كنت فاصله فعلا، فاصله جدا. فرحت ايه، قلت لا، وايه يعني لما اخد اجازه. رحت واخدالي اجازه كده يوم بليله، فالاجازه عملت فيا كل ده. بس الحمد لله. بصوا، تقريبا انا خلصت المطبخ في نص ساعه، والله يعني مش مبالغة، خلصته في نص ساعة. وكنت واقفة كمان بحضر اكل، وكنت ايه يعني وانا بغسل كده انجزت وروقت ورايا ولمعت البوتاجاز وخلصت كل الاجزاء اللي ورايا، رحت مجهزة الاكل ومعلقة عليه عقبال ما خلصت بقية المواعين. هغسل بقى كل الاطباق وكل الكوبايات والمعالق والقصص الرفيع دي كلها، وهفضي بقى الحوض عشان اجيب الالومنيات والمعها واغسلها، لان الحاجات الالومنيوم عندي كانت كتيرة، صواني بقى وحلل مطرح طبيخ ومطرح اكل ورز وكده، فكنت عايزة امسكهم ادعكم دعكة حلوة، ما كنتش عايزة اغسل بسرعة. فخلصت الجزء ده. طبعا انتي لو عندك مواعين كتير بالشكل ده وما عندكيش مثلا مكان، لا هتنقي صينية كده قمر زي ما انا هعمل، وهتروحي مصفية عليها، يا اما هتجيبي فوطة مطبخ كبيرة وتروحي مصفية عليها، يا اما هتغسلي شوية وترتاحي مثلا، او تاخدي فاصل زي ما انا كنت باخد مع ولادي، وارجع ايه وترجعي تكملي، علشان تكون المواعين مثلا اللي انتي غسلتيها اتصفت، ترجعي تكملي تاني. هو ده النظام الحلو، او من الافكار الكويسة والعادات الكويسة اللي ممكن تعمليها، ان انتي تنظمي نفسك، تنظمي مثلا حتى وانتي بتغسلي، تنظمي نفسك، اللي هو غسلتي الاطباق الكوبايات، بعد كده الاطباق، بعد كده المعالق، تفضي كده واحده واحده الاماكن من حواليك، هتحسي بالانجاز جدا جدا. غير لما تدخلي تغسلي مواعين وتبص تلاقي نفسك شيلتي المواعين من الحوض على الصفايه كومتيهم ووراكي زحمه. لا يعني انا كده النظام ده بيريحني اكتر. بغسل بقى الاطباق وابتدي برضو اشطفها واصفيها احطها بقى في المطبقية على طول، بتتصفى المطبقية عندي بتصفي على الصفاية، فكويس جدا يعني، او بتصفي ناحية الرخامة بتاعة الحوض، فكويس جدا، ما بيبقاش عندي الجو مكركب ولا حاجة.
آه بس كده زي ما انتوا شايفين. وحابة بقى اشكر كل الامارات مرة تانية اللي بيكتبولي كومنتات حلوة وبيدخلوا يعلقولي كده ويعملولي حاجات لايكات كده حلوة وقمر زيكم. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو حطيلي لايك كده واشتركي في القناة عشان نسبة كبيرة قوي من الناس اللي بتتفرج عليا مش مشتركة. لا اشتركوا يا جماعة. واعملوا لايك كده وتفاعلوا على الفيديو واعملوا كومنت حلو كده زيكم علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والناس كلها تشوفه وتستفيد. خلصت كده الصينية وفضيتها وهبتدي بقى الم بقى اي بواقي اكل عليها، لب بقى وقشر لب وحركات ودنيا. فبلم كده الحاجات اللي على الصينية وهبتدي بقى امسك الصينية ديت. بصوا قمة بقى الرغاوي اللي في الدنيا. همسك بقى الصينية ديت اظبطها بقى سلكة بقى خشنة مش ليفة، سلكة بقى سلك مواعين الخشن اللي هو الناعم دوت. وهمسك بقى الصينية ادعكها دعكة بنت حلال. عشان اصفي بقى عليها مواعيني كلها وتزهزه كده وتلمع من النظافة قدامك. هتحسي يا لهوي، تحسي ان انتي ايه الدنيا كلها نضيفة من حواليكي. بس كده بغسل بقى الصينية زي ما انتوا شايفين. وقولولي بقى استعدتوا للمدارس ولا لسه. طبعا الفيديو ده ينزل لكم يكون المدارس دخلت بقى لها كام يوم. عاملين ايه بقى اصلا في المدارس وعاملين ايه في الدراسة واجواء الدراسة الجديدة وعاملين ايه الناس اللي ما كانتش بتودي ولادها اصلا. هتعمل ايه بقى في التودية بتاعت كل يوم ديت وصحيان بدري ويا لهوي موضوع كبير. الناس بقى اللي كانت متعودة ان هي ما توديش كل المراحل. والله يعني انا عندي كل المراحل مع اصحابي وقرايبي. عندي كل المراحل. الناس مش بتودي اعدادي ابتدائي، كله مش بيروح ثانوي حتى. فمعرفش بقى القرارات الجديدة اللي هي بتلزم الطالب ان هو يروح دي الناس هتعمل فيها ايه بصراحة. انا واحدة من الناس، اول واحدة متضررة من النظام ده وفي نفس الوقت عاجبني. يعني انا عاجبني لو انا ما عنديش ظروفي ديت كان هيعجبني قوي، لان انا بنتي اصلا من النوع اللي بتحب المدرسة وبتحب الحضور واجواء المدرسة وتصحى بدري والكلام ده. وفي نفس الوقت متضررة من حتة ان انا ظروفي اللي هو معايا طفلين صغيرين هنزل بيهم ازاي اودي المدرسة واجيب. فلسه بقى مظبطتش موضوع المواصلات او موضوع ان انا اشترك لها في باص او حاجة. بس ادعولي يعني ربنا يعطرني في حد كويس يعني اشترك معاه. بس كده. يعني موضوع المدرسة ده عامل لي قلق شوية ومخليني دماغي بصراحة من ضمن الارياف اللي انا كنت مقريفاه اليومين اللي فاتوا بسبب حوار المدرسة دوت وان انا مش عارفة هعمل ايه في النزول كل يوم بالولاد. بس ادعولي بقى ادعولي ان انا ربنا يكرمني كده ويوفقني واعطر كده في حد كويس انزل معاه. بدعك بقى الألمونيات. بصوا من الحاجات بقى اللي ايه ممكن يكون كتير منكم ما بيستخدمش الألمونيوم دلوقتي، بس بصوا من الحاجات اللي هتخليكي تحبي الخبيز. يعني احلى حاجة تخبزي فيها هي الألمونيات. بتطلع الحاجة سواها حلو جدا مظبوط وفي نفس الوقت بتنجز معاكي، يعني بتوصل الحرارة بسرعة بتنجز معاكي قوي. عندي بقى الصواني ديت جميلة جدا خفيفة وفي نفس الوقت بتوصل الحرارة بسرعة. لما بخبز فيها بتطلع لي الحاجة كأنها بصوا مقلية كده، بتطلع لي الحاجة مظبوطة جدا. اكتر طقم صواني بيريحني الصراحة في الحق يعني في الخبيز وكده. هو اللي هو الصواني كنت جايباهم للبيتزا كده من كام سنة بقى. كانوا معرفش التلاتة ب75 جنيه ولا ايه، كانوا بسعر عبيط قوي بس يعني في اياميها كان غالي. بس دلوقتي طبعا مفيش ولا حتى 3 اضعاف السعر ده. انا بجهز اختي وبشوف الاسعار بصراحة. بشوف الاسعار مش هقولكوا على ايامي، انا بشوف الاسعار على من السنة اللي فاتت مثلا للسنة دي. لا يعني الطقم اللي انا جايباه مثلا ب2500 3 بقى ب8 كده. عارفين اللي هو الحاجة اللي هي نطت وقعت كده على جدار رقبتها. هو هي الاسعار. فربنا يرحمنا يا رب ويقوي كل واحد فعلا على بيته وعلى الاسعار اللي احنا بقينا فيها بصراحة. هدعك بقى الحلة. بصوا انا غسلت كمية صواني مش قادرة اوصف لكم. لو بقى انتي قاعدة بتتفرجي عليا ووراكي بقى كام حاجة عايزين يتعملوا، لا اتشجعي قومي اعملي لك كوباية شاي كده قمر وحطيها في المطبخ. شغلي الراديو جنبك على اذاعة القرآن الكريم. اي اذاعة كده اللي هو ايه
حاجة تستفيدي منها، معلومة، شغالي درس، شغالي الورد بتاعك، شغالي الاذكار بصوت عالي، اي حاجة، الموبايل، الصب، اي حاجة. وادخلي كده المطبخ وروقي دماغك. لو ما عندكيش بقى اطفال صغيرين كده والكلام ده، خشي بقى اظبطي نفسك كده بكوبايه كابتشينو واعملي لك اي حاجه اشربيها، وبعد كده ادخلي. عندك اطفال صغيرين، اعملي كوبايه الشاي واشربيها على الواقف زي ما انا بعمل كده، بعمل اي حاجه اشربها وانا واقفه كده، بحطها جنبي واشربها وانا واقفه. بصوا المواعين من كترها كانت بتقع، بس لا والله بعد ما خلصت الله كنت ببص على منظر المواعين كده، واللي هو اللي بيخلص بشيله بشيله بشيله، لقيت الصفايه بتفضى. واخر شويه مواعين بقى سبتهم الصراحه في الصفايه لان كانوا لسه مبلولين يعني. الله بقى على النظافه، الله المطبخ كان وحش جدا. لا تعالوا هوريكم شكل المطبخ بقى بعد ما خلص. بدعك كده الرخامه والحوض هديله دعكه برضك حلوه. بس انا بقى ايه، ما عملتش الصراحه الحوض بضمير قوي، لان انا زي ما بقولكوا هنزل بقى ايه الجزء بتاع الحوض ده بالشفاط بالخلاط بكل الجزء ده، هعمل له بقى عامله عمره. انتظروا بقى الفيديو ده، فعلا هيشجعكم جدا جدا، وتنظيف هيبقى تنظيف عميق جدا للمطبخ. هنجيبه بقى من يعني ايه، من الاعماق كده، هندعك كل حاجه فيه. بس كده ظبطت كده الدنيا وظبطت المطبخ وخليته زي الفل. ومفيش اي حاجه يعني، مفيهاش اي حاجه لو انتي تعبانه وما قدرتيش تعملي حاجه، لا خدي هدنه وخدي فاصل، ما فيهاش اي حاجه. احنا محدش بيجري ورانا، احنا اللي بنعيد وبنزيده كل يوم. لكن انتي صحتك لو راحت ونفسيتك لو تعبت، محدش هيجي يقولك انتي مالك او فيكي ايه. كل واحد دلوقتي بقى فيه اللي مكفيه. فظبطي كده نفسك وظبطي نفسيتك، اهم حاجة. هتلاقي نفسك بتنجزي وهتلاقي نفسك كل حاجة عندك خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم كده واستفدتوا منه اي حاجة حتى لو بسيطة. خلصت كده وجبت كده كوز مية بشوية صابون كده بسيط بشوية كلور، ظبطتهم كده مع بعضهم ودوبتهم وبالمقشة، ورحت مديه الارض دعكة كده محترمة. وبس كده نشفتها بقى. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه اي حاجة. لو استفدتوا منه اي حاجة متنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وعام دراسي سعيد يا رب عليكم. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.